السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جايه اكلمكم على حاجه كده. كل الناس كانت بتتكلم عليها في فتره كده معينه، كانت بتتكلم عليها. انا النهارده جايه اقول لكم ان الصيف داخل علينا والحر هيبدا، والناس هتقلع هدومها وهتبين كروشها وهتبين حاجات مش قادرين نستحمل نشوفها. انا عايزه اقول لكم ان الناس كلها اللي مقتنعه ان عندها كرش وان ده حاجه جميله، وان اللي ما عندوش كرش ما يسويش قرش، واللي عنده كرش يسوي كنوز. نو واي، الكلام ده غلط، الكلام ده مش صحيح. اللي عايزه اقول لكم عليه ان اللي عنده كرش عنده هم تقيل على قلبه، واللي ما عندهوش كرش ده حد جميل وحد رياضي وفظيع وحركي وبيقدر يتحرك. مش اللي عنده كرش هو احسن من البنت اللي مش عندها كرش ولا الولد اللي مش عنده كرش. انا سمعت كده ان في ناس بتقعد تقول اللي عنده كرش ده عز ومش، لا انت فاهمه غلط والله، ولا انت فاهم غلط خالص. absolutely اللي عنده كرش عنده هم على قلبه. انت عارف كده زي المثل اللي بيقول سكتناله دخل بحماره. كل تاكل 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 كرشك يكبر 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 يكبر، تقعد تأنتخ مش قادر اتنفس هموت. اما اللي ما عندهوش كرش مش حد ولا مسلوع ولا معصعص ولا مش متغاظ ومتكد، لا غلط غلط غلط. ده اللي عنده كرش عنده هموم كتير قوي مش قادر يتخلص منها. مش معنى كده ان انا بغيب على اللي عنده كرش، لا، بس انا بوجه له رساله من هذا المنبر. ارجوكوا الصيف داخل وهتتعبوا والحر هيجي عليكم وهتتخنقوا من كروشكم الكبيره. لازم تحافظوا على وزنكم، لازم تخلي بالكم من السمنه، لان فعلا 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 الاكل الكتير بيجيب التخمه الكبيره. ولما يجيلك التخمه الكبيره مش هتقدر تتنفس، ولما مش هتقدر تتنفس احنا كمان هنتخنق بسببك عشان شايفينك تعبان ومش قادرين نساعدك. لازم انت اللي تساعد نفسك. كرشك مش هينفعك يا سيدي. لو ده الكرش ده عز، يا سيدي افقر علشان ما تبقاش عندك عز. الكرش مش عز، الكرش مرض. السمنة مرض. فاحنا لازم نحافظ على وزننا، لان الصيف داخل والدنيا هتحرر والتخن بيسبب مشاكل، عرق بقى وتعب ومجهود ومش قادر اروح الشغل، حران دايخ. اعمل وقفه لنفسك، قول هوب كرشي مش هيسيطر على حياتي ومش هيدخل عليا الايام الزرقاء. اما الناس الشطوره البدوره الاموره اللي ما عندهاش كرش، بحييكوا يا اصحابي يا حلوين، استمروا. ولو اي حد في طريقكم عنده كرش لازم تسيطروا عليه. ما تسيبوش هذه الصدمه الكبيره المرعبه تتكاثر في المجتمع، عشان كلنا هنتخنق وكلنا هنموت من كبر الوزن ومن السمنه. بقول لكل حد عنده كرش خد بالك من نفسك، علشان السمنه بتسبب امراض كتيره. حقيقي مش كلام، انا مش طالعه اتريق ولا حاجه، بس بقول ان كل حد عنده كرش ما يقولش ده عز يا ماما، انت مش عارفه حاجه حبيبه قلبي. لا يا ماما، ده هو مستوى الرفاهيه في حياتي هو الكرش. ده انا لما احب اتمزج انزل علشان اكل عشان كرشي يكبر. غلط. انت طول ما انت عندك كرش مش هتقدر تتحرك، طول ما انت عندك كرش مش هتعرف تتجوز، طول ما انت عندك كرش مش هتعرف تلبس لبسك العادي. اما الناس الجميله السمباتيك الامامير اللي مش من غير كرش، اللي من غير كرش دول بيقدروا يخشوا اي محل بيجيبوا اي بنطلون واي تيشيرت ومش بيبان عندهم ديفوهات ولا بيبان عندهم حاجه، بيقدروا يمشوا بسرعه اكتر من اللي عنده كرش وماشي جنبي. بليز والله العظيم الموضوع ده انا قلت اتكلم فيه بطريقه كوميديه علشان ما حدش يزعل مني، بس انا بوجه رساله في الاخر ان اللي عنده كرش مش حاجه حلوه خالص. ان اللي عنده كرش دوت فعلا فعلا في الاخر بيجيله تخمه وبيتعب والناس التخينه لازم تحافظ على رشاقتها وتحاول حتى لو مش قادرين يعملوا دايت، بس على الاقل نحاول، على الاقل نحاول. مش نفضل ناكل 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 ونقول لا مش قادر كرش كبر قوي قوي قوي، بص كرش بقى قد ايه. طب ما انت اللي عملت كده، طب ما انت اللي مش قادر تسيطر على كرشك، قصدي على نفسك. اما البنات اللي بتقعد تقولي ده البت اللي من غير كرش دي معصعصه ومسلوعه وبصرم ومتغاظه من البنات الحلوه التخينه الملظلظه، ده عز يا بت، ده عز، ده الكرش ده عز يا بت. نو، ده مش عز، دي وكسه.
كاتكوا ضاربه في كروشكوا في معامعكوا. انتوا لازم تسيطروا على نفسكوا، علشان بعد الجواز بتكبري وكرشك بيكبر، وبعدين الكرش والتخن بيكبر الواحده. اما الواحده السمباتيك الحلوه اللي مش بصرم، اللي اساسا بتخاف على رشاقتها، لا دي بتقدر تستمر وبتمشي وبتروح وبتيجي، ويعني قد ايه اكتف. كل واحد يحافظ على نفسه، كل واحد يحافظ على اكله. الصيف جاي مش عايزين نشوف حاجات نشمئز لها. ربنا يا رب يعني يكرم الجميع، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دايما مع بعض على طول متجمعين. وان شاء الله اطلع لكم لايف قريب جدا باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. وعايزه اقول لكم مسج، اي حد عنده اقتراحات، اي فيديو عايزين نتكلم فيه، اي موضوع عايزين نتناقش فيه، ابعتوا لي في الكومنتس ايه هي اقتراحاتكم. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، وكمان تتابعوني دايما يا حلوين، وتفعلوا جرس التنبيهات. اشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد.